السلام عليكم ورحمة الله. أقول إخواني، رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام، أقض مضاجع أهل البدع حيا وميتا رحمة الله عليه. بعد سنين على وفاته ما زال أهل البدع إذا سمعوا اسمه ترتعد فرائصهم خوفا ورعبا من اسمه رحمة الله عليه. رحم الله شيخ الإسلام. اسمعوا ماذا يقول عنه هذا المفتري، اسمعوا. ويعتقدون فيه أنه هو شيخ الإسلام، والحقيقة أنه هو شيخ الضلال. ضل الناس على كل ضلالة وصار إمام لكل مبتدع في كل زمان. فإذا رأيت إنسان يوقره اعلم أنه مبتدع، إذا رأيت إنسان يمدحه اعلم أنه من أهل البدع، فصار علامة على أهل البدع. فإذا وقفت في مكان وسمعت إنسان يلبس زي العلماء ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام، اعلم أن هذا من أهل البدع قبل أن تسمع ماذا يقول، فصار علامة على أهل البدع في كل زمان. أقول أيها الإخوة، لقد رفع الله ذكر شيخ الإسلام ولا عزاء لأهل البدع. أقول لهم موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، فقد رفع الله ذكر هذا الرجل الإمام العلم، وانتفع بعلمه الأمم، انتفعت من علومه متتالية متعاقبة، وأنتم ماذا وراءكم؟ خرافات، بدع، ضلالات. رجل ظل ساجدا سنة كاملة كما ادعى هذا يسري جبر، الثاني يجلس على الأسطوح، الثالث يخطب وهو عريان. هذه كراماتهم، وهذا دجلهم، وهذا علمهم، وهذا مبلغهم من العلم. أقول لهم موتوا بغيظكم، فقد رفع الله ذكر هذا الإمام العلم رحمه الله، ولم يخلف هذا الإمام ولدا صالحا يدعو له، إنما خلف أمة تدعو له بالخير، فرحمه الله وجمعنا معه في عليين، اللهم آمين.